السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم جميعا في قناتي طبخ وشغل بيتي. النهارده هنعمل كيكة سنيكرز بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنا عندي كوباية دقيق، وعندي دي الكوباية التانية هنخلهم. عندي هنا ربع الكوباية كاكاو خام، برضه هنخل كاكاو. طبعا احنا مشغلين فرن قبل ما نبدأ شغل في الكيكة على درجة حرارة 180 او 190 على هو الفرن اللي عندك. عندي هنا ظرفين بيكنج باودر او معلقتين كبار بيكنج باودر. هخلط مكونات مع بعض وهضيف رشة ملح. كده المكونات الجافة صارت جاهزة معايا. دلوقتي هبدأ بمكونات السائلة. عندي هنا 3 بيضات، انا كل حاجة عندي بدرجة حرارة المطبخ. عندي ظرفين فانيليا، معلقة كبيرة خل، كوباية سكر. هضربهم في الخلاط، وهضيف كوباية لبن هو الحليب، وعندي هنا نص الكوباية زيت. انا استعملت كوب مقاس 300 مللي في كل المقادير، فيك تستعملي اي كوباية عندك في المطبخ. عندي هنا علبة زبادي صغيرة او مقدار معلقتين زبادي هو اللبن، وبرضه هضربهم في الخلاط. دلوقتي هضيف المواد السائلة على المواد الجافة وهخلطهم مع بعض لحد ما تتجانس المكونات مع بعضها. عندي هنا صينية مقاس 30 دهنتها سمنة، ممكن تبطنيها برضو بالدقيق. دلوقتي هضيف خليط الكيك عليها، هديها خبطتين. بصوا مجرد ما اعطيها خبطات هتطلع فقاعات الهواء، وده بيخليها ما تتشققش معاكي في الفرن. دلوقتي هدخلها الفرن في الوسط، في رف الوسط، درجة حرارة 190 لمدة 40 أو 35 دقيقة على هو حرارة الفرن اللي عندك. دلوقتي هنعمل صوص الكراميل. عندي هنا كوباية سكر، ضفتها في مقلة واسعة، وأول ما يبدأ يذوب معاكي السكر هنستعمل معلقة، قبل كده ما ينفعش نستعمل معلقة. احنا عايزين السكر كله يذوب معانا. هنخلي النار هادية جدا. بالبداية هنضيفها على نار وسط، وبعدين هنوطي النار على الآخر لحد ما يذوب معانا السكر كويس عشان الكراميل ما يحترق معانا. دلوقتي أنا ضفت هنا معلقة زبدة، وعايزيها تختلط مع الكراميل. ودلوقتي هضيف نص الكوباية مية مغلية. دلوقتي هتكلكع معاكي الكراميل أو السكر، بس شوية شوية هترجع تفك معاكي. هتاخد معاكي وقت حوالي 3 ل4 دقايق، بعدين هيفك معاكي الخليط. كده الخليط بدأ يذوب معانا على الآخر، الكراميل أو السكر. دلوقتي هنضيف نص الكوباية التانية مية، بس هنضيف لها معلقة نشا ونذوب النشا في نص الكوباية المية. مية من الحنفية، هنضيف فيها معلقة نشا عشان النشا ما يتكلكع، لأنه لو ضفنا مية مغلية هيكلكع معاكي النشا وهيبوظ خليط الكراميل. دلوقتي هنضيفه فوق الخليط. دلوقتي هنفضل نخلط فيهم لحد ما يغلوا. ونحن عايزينه بعد ما يغلي حوالي دقيقتين او دقيقة عشان يستوي معايا النشا ويتقل الخليط شوية معايا. بصوا الخليط بدأ يتقل معايا، وبكده الكراميل صار جاهز معايا. دلوقتي هضيف كوباية سوداني، ممكن محمص وممكن ني، وهديهم كده، هسيبهم لحد ما يبردوا تماما. دي الكيكة بعد ما استوت معايا، دخلت عود الشيش معايا، طلع العود الشيش نظيف. هضيف دلوقتي هشربها
اما بنص كوباية لبن او نص كوباية نسكافيه. انا ضفت نص كوباية نسكافيه، وهسيبها لحد ما تتشرب. عندي هنا كوباية لبن على كوباية كريمة، ضربتهم لحد ما صار معي كريمة. دلوقتي هضيف طبقة كريمة فوق الكيكة، طبعا بعد ما الكيكة تبرد معاكي تماما. نحن المفروض ندخلها التلاجة لمدة نص ساعة او ساعة، وبعدين نضيف طبقة الكراميل. بس انا ضفتها على طول، عشان كده اندمجت معايا الكراميل بالكريمة، اختلطوا مع بعض، والكراميل كان لساته فاتر، مش بارد، لساته فيه سخونة، بس مش مشكلة. بصوا ازاي الكراميل اختلط مع الكريمة. دلوقتي هدخل الكيكة في التلاجة لمدة ساعتين، وبعدين هنقدمها. ودي شكل الكيكة بعد ما خرجتها من التلاجة. اتمنى تجربوها وتعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.